شوف يا سيدي علشان تبقى موجود معايا كده في الصورة. ومن على طرف المعلقة، احنا داخلين على الفترة اللي جاية خطابات رايحة جاية من الأهلي وإلى اتحاد الكرة، ومن اتحاد الكرة وإلى الأهلي. والقصة باختصار شديد انت تقدر تاخد الطرف الخيط الأولاني منها من الخطاب اللي أرسله النادي الأهلي في منتصف الشهر الحالي، لما قال لهم يا جماعة من فضلكم بعد اتحاد الكرة من فضلك عرفني بطولاتك امتى، دورياتك امتى، كل الحاجات بتاعتك امتى عشان ابقى فاهم. الاهلي ينتظر ردا سريعا على الخطاب ده، لانه اخذ مهله، وعدم وجود رد رسمي من اتحاد الكوره للنادي الاهلي قد وكلمه قد هنا لما بنحطها جوه الكلمه بنقول انه ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. قد اذا لم يرسل الاتحاد المصري الى النادي الاهلي ردا على طلباته قد يعتذر الاهلي عن بطوله او بطولتين بينظمهم اتحاد الكوره. ماشي كده؟ بينظمهم اتحاد الكوره، مش بتنظمهم الرابطه، بينظمهم اتحاد الكوره. قد يعتذر عن بطوله او اتنين، اللي هي كاس الرابطه او بطوله النخبه او بطوله الابطال، اللي هي هتتلعب فين؟ هتتلعب في الامارات في شهر 10. القصه باختصار، هناك اتصالات شفهيه بين الاهلي واتحاد الكره في عايز يسمع الزمالك مشارك في البطوله اللي جايه ولا لا، لانه الاهلي لديه تحفظات. انا بقول لك شفهي، هو الشفهي شفهي والرسمي رسمي. الاهلي لديه تحفظات على وجود الزمالك اصلا في هذه البطوله، بحجه انه الزمالك من المفترض انه انسحب من البطوله الماضيه، لذلك سيعاقب في هذه البطوله. فالاهلي بيقول له كونك انك غيرت المسمى ده مش معناه انه النادي الزمالك مش هياخد العقوبه. قد يصل الامر اذا شارك الزمالك في هذه البطوله بانسحاب الاهلي من البطوله دي اصلا. ماشي كده؟ ماشي. هذه الضغوط التي يراها او هذه الرؤيه اللي شايفها الاهلي تجاه هذا الامر وصلها لاتحاد الكره. اتحاد الكره حاول ان هو يغير المسمى، يعمل معرفش كذا، يعمل كذا. الاهلي قال له بص، في عقوبه هتتوقع، في عقوبه هتتوقع. وبالتالي الامر يبحثه اتحاد الكره، لانه هناك ضغط شديد جدا جدا من النادي الاهلي في هذا الموضوع فيما يتعلق بضروره معاقبه الزمالك على انسحابه من البطوله الماضيه. وقد يهدد النادي الاهلي او الاهلي هدد شفهيا بانه المشاركه ديت ستكون مشاركه غير شرعيه، قد تدفع الاهلي الى عدم التواجد في هذه البطوله. فاستناني كده وركز معايا في الفتره الجايه، عشان هيبقى فيه رايح جاي كتير ما بين الاهلي وما بين اتحاد الكره في هذا الشأن.